السلام عليكم. اليوم 25 أيلول سبتمبر 2025. على الرغم من أنه هناك تحسن يعني في تونس، تحسن تدريجي بالمقارنة مع الماضي، وخاصة بعد الأزمة اللي تعدت بها بلدان العالم كله، قصة كورونا، واللي جت تأثيرات الحرب العالمية الثالثة الغير معلنة اللي موجودة اليوم. يعني كي تشوف يعني الوضع في تونس باختصار وتحكم عليه، صحيح مازال الخراب والدمار من الأساليب القديمة اللي منتهجة من قبل البعض اللي حاطين العصا في العجل، لكن ثم شوية تحسن. وهنا مش نشكروا في السلطة بنفاق ولا لا، ثم شوية تحسن لأنه أكثرية الناس تشهد على ذلك، مش من عندي أنا الكلام هذا. إلا أنه نلاحظوا بعض الناس مازالت تحب تعرقل المسيرة اللي طالبها الشعب البريء، ما نحكيش على المتغولين، وما زالوا يحاولوا يستعملوا الأساليب الكل باش يسقطوا الدولة ويسقطوا كينونة تونس، يعني ويحاولوا يخلقوا فيها فوضى، باش يعني يصير كما قبل، يعني باش يرجعوا بالبلاد إلى الوراء، وباش يستفيدوا هم مصالحهم هم الشخصية فقط، وهي مصالح محدودة لبعض المجموعات. وطبعا التدخل الخارجي مازال بقايا التدخل الخارجي، لأنه اليوم لما نشوف العالم بصفة عامة ونحكموا على الوضع، التدخلات الخارجية متاع قبل ما عادتش هي متاع اليوم، لأنه أصلا بالنسبة لتونس ما عادتش تشكل يعني مصلحة كبرى بالنسبة للقوى المتصارعة في العالم، ومش لاهين بها تقدر تقول. لكن هون شنو باش ما يعني مخلين لك العملاء والخونة والمرتزقة متاعينهم موجودين، يعني ورقة البعدين مخلينها، يعني مش أصلا القوى الكبرى اليوم مش لاهية في المشاكل يعني البسيطة ولا. تونس يعني ما تجي شيء بالنسبة لمصالحهم هم، حتى ولو هي منطقة استراتيجية وكذا، لكن اليوم تغيرت المشاريع الاستراتيجية في العالم، وتونس تقدر تلقى متنفس من المبادرة، ولا متنفس من يعني من أخذ زمام المبادرة والتحرك بحرية نوعا ما في اختيار علاقاتها الدولية وفي اختيار مصالحها الخاصة. لكن المجموعات هذه اللي قاعدة تلعب، اللي هي هدفها السلطة بأي حال من الأحوال، كل مرة تخلق لك حكاية. مرة يدخلوا المخدرات للبلاد، يعني ويقول لك هاو شدينا، والله أعلم اللي ما تشدش ملاوين، وعاملين البلاد سوق متاع مخدرات. وزيد يعني الإدارة معطلة وفيها المجموعات العميلة الخاينة هذه المعروفة. وطبعا عدة مرات حكينا المواضيع هذه، مش لازم نبقوا نكرروا ونعاودوا. وعندك الوزارات، يعني تلقاهم في منصب وزير وهو ما وش فاهم حتى شيء، يعني يطبق التعليمات فقط اللي تجيه، ولكن هو ما عندوش يعني الإرادة أنه يتوسع في التعليمات اللي جاته. يعني هو مانيش عارف أنا، يخدم كأنه يخدم يعني في حالة ناقصة اطمئنان، ولا في حالة تفتقر للحكمة، ولا مانيش عارف. المهم يخدم، يقول لك معطوني تعليمات ونعمل كذا، ولكن هو ما يخرجش على الإطار. يا أخي أنت عندك صلاحية، كانك والي، كانك وزير، كانك مسؤول حكومي، عندك صلاحية باش تتصرف في المجال هذاك اللي هو محدود عندك. علاش ما تتصرفش كما ينبغي؟ إلا ما يعني تشوف أنه فيه النفاق مازال على وجوه بعض المسؤولين، ومع الأسف هذا موجود. المهم اللي حبيت نقوله في الكلمة هذه، خاصة وأنه ثم شوشرة في الأيامات الأخرانية على ذاك اللي يحبوا يصلوا ما خلهمش يصلوا، ولا مانيش عارف. تو نحن مازلنا ناقصين باش نرجعوا للقصة القديمة. مو ثم يعني هذه المعلمة ولا المديرة تقول لا ما تصلوش هنا، برا صلي في دارك، والآخر يشد صحيح بيصلي. يا سيدي هي واضحة الحكاية، يعني نحن كمسلمين وكعرب، يعني اللي هو يحب يصلي صلي، ما هيش مشكلة. يعني مش لازم نعملوا عليها، يعني لازم المديرة هذه جهة يعني لفت نظر انه حب يصلي، خليه يصلي في وقت فراغه مش في وقت المدرسة. ولكن في نفس الوقت ما نجوش نعطلوا المدرسة بالحركات هذه، ويتم اختراقنا من المجموعات هذيك المعروفة، اللي هما يعني يحبوا يعملوا من حبة قبة، ويحبوا يرجعوا بالسيف، هم هدفهم السلطة، ويعملوا التلامذة ذوما والطلبة والشعوب، يعني يستعملوا يعني أفراد الشعب بصفة عامة، هذوما يعني اللي يلعبوا بالشعوب الكل في العالم العربي والإسلامي، وحتى في هذوما الجماعة هذوما تعرفوهم. المهم ما نحبوش نعطيهم فرصة هذوما باش يلعبوا بينا ويتلاعبوا بينا،
ويبدأ الإعلام يحكي كما يحب. المهم يعني اللي هو حل وسط. مثلا الدولة ولا يعني نحن أسس التربية والتعليم والمنهج البيداغوجي اللي كان قبل في الأيام الأولى متاع بورقيبة، كان يعني كان يمشي يتماشى شوية مع الشعب التونسي، وباهي كان مش كان يعني عنده بعض النتائج الحسنة مش نتائج سلبية. يعني اليوم لما تطور التعليم وفسد في ايام من خرف بورقيبه وحكايه العولمه اللي جت في عهد بن علي والحكايات، فسد التعليم والصحه والتربيه، وتخلقت حاجات جديده دخلت على الطفل وبنيه الطفل. وعلاش انا نقول لكم ديما راهو البناء صعب والتدمير سهل. يعني التدمير الدوله راهو مش بدا من اليوم، راهي عقود. واليوم لما انت تقيم السياسات الموجودة هذه اللي موجودة الحالية برئاسة قيس سعيد، ولا يعني شنو عمل، ولا كما يحكوا الجماعة ذوكم. يعني انت شوف التهديم، نسبة التهديم، زمن التهديم اللي دام 4 5 عقود، كيفاش باش اليوم ترمم يعني وتصلح وتبني من جديد. يعني ثم بنيات لازمها تترمم وبنيات لازمها تعاد من جديد. يعني كيفاش هذا كله تحب تحكم على انسان يخدم في وطنيته، يعني يخدم بوطنيه في بلاده. وهو المشكله وين؟ المعيار واحد. المعيار اللي تقاوم به السيد هذا ولا المجموعه الطاقم اللي يخدم معاه ولا غيره ولا حتى اي واحد يجي جديد، ولا الدنيا وش باش تجيب، وش باش تهز المواطن. يعني المسؤول المعيار اللي تحب تكيله به، اللي تحب تقيسه به، هو هل تراه يسرق في فلوس ويحط فيها في جيبه ولا لا. ما نحن وصلنا للمرحله هذه. اذا كان هم المجموعه المنتفعين اللي تابعينك، المجموعات اللي تحب تعمل الفلوس وتهرب البرة ومانيش عارف وكذا، هذاك راهو نجم نقولوا هذا فاسد. اما دام هو يخدم مش يحط في الفلوس في جيبه، معناه ماشي على نيته. صحيح عنده اخطاء لا تغتفر، لانه النفاق السياسي اللي فارض عليه الدائره الضيقه اللي هي بحذاه، تعطيه في الغالب باش تمشي مع ذوكم القدم. هذا السبب اللي احنا عارفينه. ماناش ناكلوا في الحشيش. يعني عارفين انه قيس سعيد يغلط غلطات كبيره، لكن غلطاته من طاقم النفاق اللي جنبه. لانه ليش يغلط؟ لانه هذا يجيبوا له واحد يقولوا هذا نفس مومنا وهذا باهي وهذا امين ويحطوه هو متاعهم باش يخدموا به، يحطوه عنده ويعطيه المنصب. كيما تو مثلا يقول لك وزير الخارجيه مشى لبرا وعمل 3 لقاءات بركه في الامم المتحده. اولا الوضع الحالي العالمي ما يفرحش باش يعني الواحد يكثر من علاقاته، لانه حتى لو تقابل مع واحد من ليبيا ولا بالصدفه ولا مانيش مش لازم نبقوا نحن. لكن هما الوفد السياسي نتاع تونس ماهوش ناشط، هذه حاجه واضحه. لانه هو عنده تعليمات ماشي بها، وهذاك هو يعني ما عندوش نشاط باش يبقى لما احنا قلنا من الاول يلزم واحد كي ياخذ منصب يلزم هو يطور شخصيته. يعني انا عندي الشؤون الاجتماعيه مثلا، مسؤول عن الشؤون الاجتماعيه، مش كان اللي عندي في الاجنده نخدمه، لا، حتى اذا كان ثم حالات خاصه تجي نعالجها بمنظور انا مختص في علم الاجتماع، شنو اللي لازم هذه وشنو الاجتماع اللي لازم هذه. فكرتوني في الكلمه هذه. يعني علم الاجتماع السياسي عبر العصور يعرف اللي يحكم بصفه عامه هو منتقد، دائما تنتقده. اللي في السلطه دائما متعرض للانتقاد مهما كان خصلاته، مهما كانت يعني هذا علم الاجتماع السياسي واش يقول من عبر العصور. يعني انه واحد يحكم راهو منتقد، راهو مش الناس كلها تحبه. يعني شو اسمه، يعني ذاك شو اسمه سيدنا عمر بن الخطاب قلت له ابو لؤلؤ المجوسي، والسيد علي قلت له ابن الملجم. يعني كل المسؤولين العادلين ولا مش عادلين لازم هذا في مثل تاريخنا نحن الاسلامي. فما بالك ثم امبراطوريات، ثم ملوك وثم حكام مشهورين كانوا بالعدل قتلوا. ما ثماش واحد يعني هو يعني في الدنيا هذه من البلاء اللي سلطوا علينا ربي سبحانه وتعالى، هو حطنا في البلاء ويلزمنا نرضى. ثم صراع بين الحق والباطل عطاهولنا باش يحولنا للحياة الأخرى، الحياة الدائمة اللي هو تستحق يعني تستحق أنك تعيش في حياة فيها استقرار على أزلي ويعني وكل شيء وقت تكون من جماعة الخير مش من جماعة الشر.
وتكون في عذاب ازلي لما تكون من جماعه. هذه الفتره هذه اللي في الدنيا فتره امتحانات للناس، ومعروفه الحكايه يعني. وعلى كل حال هو هذا مش موضوعنا. الموضوع انه الناس من كثر ما يعني نسيت الاتصال بالله، بالاتصال الحقيقي بالله سبحانه وتعالى، ولا تحب تستعمل الدين من اجل الدنيا كما الاخوانجيه وكما المجموعات الاسلامويه. وفي نفس الوقت الاخر الجاهل يتصور انه يعني لما يمشي مع المجموعه ذوك يعني يتصور روحه باش يتقرب لله اكثر، وهو قاعد يعمل في الغلط. اذا انت باش تعمل حاجه تجيب فتنه للبلاد، ولا باش تعمل حاجه يعني تخرب البلاد نتاعك وتعمل مصايب، معناها انت قاعد خارج على الطريق الصحيح. يعني مش لازمنا اليوم كيما حكينا في الحياه العامه اليوم، يعني في الشارع نتاع تونس اليوم تشوف يعني تشوف واحده متبرجه تمشي في الشارع وحاطه سطل دهن على وجهها، وتجيب يعني تفتن في الناس، وتشوف الاخرى سبوره كحله يعني ما تعرف حتى شيء، هزه قنبله، هزه صاروخ، هزه سبوره كحله يمشي ما تعرفش عليه. قال شنو؟ قال هذه متدينه وهذه مش متدينه، هذه مانيش عارف وهذه متدينه، وهذم الاثنين خارج على الطريق الصحيح. ما ثماش حل وسط نجوه باش نفكر بعقولنا، يعني نخدموا عقولنا. يعني علاش المشاكل هذه اللي عندنا، اللي قاعدين يعملوها لنا وسائل ابتزاز من جهات الله اعلم، ويعني ونحن مشكلتنا لازم نعتمدوا على انفسنا. كيما الناس اللي يقول لك هاي تونس معزوله ولازم الحاكم هذا ما يخدمش خاطر ما جابش استثمار. هو ثم تو استثمار، العالم قادم على حرب عالميه ثالثه، انت جاي كيف باش تستثمر عندك؟ انت تو مستثمر وحدك، انت اصنع، انت اعمل، انت وخدم لي بحذاك وخدم لي بحذاك، واعملوا كما عملت ايطاليا بعد الحرب العالميه الثانيه واليابان. اشتغلوا، الشغل عندكم ممنوع، نهار كل شادين القهاوي وتحكوا على هذا والكوره ومانيش عارف، ويحب يقمر يولي مليونير يربح تو في التيرسي والحكايات، ويحب يحرق، ويحب كل واحد عنده مصيبه في مخه. يعني كلكم ذوي الاحتياجات الخاصه، وتحبوا يعني، والمثقف فيكم اللي هو السياسي يحب يخرب البلاد. يعني هذه مستوى نتاع الشعب. انا والله راني مانيش انا نأيد عمري ما أيدت حاكم من اللي خلقت، ولكن الفترة اللي تونس فيها تحب صرامة، تحب حكم الحجاج بن يوسف، صدقوني. يعني انا مانيش نتكلم من حسب اللي نشوف فيه، تحب صرامة يا خويا. الدنيا فيها الخير والشر، ساعات واحد يمشي في مظلوم، لكن المصلحة العليا تقتضي انه لما ارتكاب مفسدة صغرى خير من ارتكاب مفسدة كبرى. يعني هذا هو اللي نشوفوه في نهاية المطاف. يعني الواحد لازم إذا كان ثم شوية صرامة، وحتى تظلم بعض الأشخاص اللي ثم الظلم ما وصاش به ربي، وبعد تظهر حقيقته إذا كان الناس عندها ضمير. لكن إذا كان تظلم واحد ويبان حقه يطلع، وما إذا كان ثم شوية صرامة وتجر على ذلك ظلم بعض الأشخاص اللي هما معناها بطريقة أو بأخرى جازين بهم في الصراع اللي هو غير مطلوب باش نتصارع مع بعضنا في الايامات هذه. يا خويا الاجراءات لازمها تتخذ، يعني لازم الاجراءات كل تتخذ، لانه نحن اليوم في عالم مع الاسف الرحمه خاصه والسخط عامه. لازم نتصرفوا بما هو يتلائم مع الامور هذه. ولذلك قد ما نوصوا بتقدير الانسان والمحافظة عليه، لأنه الثروة البشرية هي السبب في الاقتصاد وفي العلم وفي السياسة وفي تحسين المجتمعات وكل شيء. كما نتكلم في نفس الوقت على لازم الدولة تكون صارمة، لأنه باش ما تخربش أركان الدولة، وخاصة في الأجواء العالمية هذه. على الأقل نحافظوا على الحد الأدنى من الحياة العامة للشعب، يعني على الحد الأدنى. لأنه اليوم هالجماعة اللي تشوف فيهم يحكوا وهو كله تحب السلطة، ولما يحب السلطة يبيع كل شيء ويمشي، يعني يبيع كل شيء ويحط في جيبه، ومعروفين. علاش قلت لكم المعيار الوحيد هو هل ترى الشخص هذا قاعد يحط في جيبه ويهرب؟ إذا كان تشدوا عليه هذه وقت أنا معاكم أول واحد. أما هالشيء هذا مش موجود، هذا يخدم على نيته. الرئيس هذا قيس سعيد يخدم على نيته، وعنده جماعة يغشوا فيه مرات، كل مرة يحشكلوه يحشكلهم،
ولكن البلاد ماشيه في تحسن. مش معناته انا معاه، هو باش يمشي اخي قداش باش يقعد هو. اما الدوله تو باش ما تخربش يلزمها واحد، السفينه يلزمها واحد برك يقودها باش ما يكثروش الربان وتكثر الثنايا وتتقسم على يعني. وفي لما تكثر الثنايا كل رب يحب يقود الجهه تتقسم السفينه، لا طروف طروف، ما عادش نستفيدوا. اذا لازم الكلمه هذه نحب النخب يفهموها والشباب يفهم، والمسؤولين اللي شادين مسؤوليات عامه يفهموا الحكايه هذه ويحاولوا بارتجوها باش توصل المعلومه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.